مصر وحشة يا فندم. أي حد هيجيب سيرة مصر اليومين دول لازم يقول إنها وحشة، وإلا هتبقى خاين وعميل. أنت مش مصدق إنها وحشة؟ أنا هثبت لك. ركز معايا في تسلسل الأحداث. تاني، ولاد الإخس مش شايفيننا متقسمين بلاد، بالعكس هما شايفيننا لوكشة واحدة. هما بيقولوها بالبنط العريض، احنا هناخد مكة والمدينة وجبل سينا. عمالين يفرقوا فرق مش عارفين يطولونا. عايزين نفس اللي حصل في سوريا ولبنان والعراق يحصل في مصر. ليه يا فندم عايزين يحصل كده في مصر؟ عشان تبقى سهلة بقى وياخدوا الحتة اللي نفسهم فينا، سيناء. كل يوم من ساعة العركة تطلع إشاعات على المصريين، الحق دول هينفذوا مخطط التهجير. هوب يلا بينا بقى نشتم في المصريين. انا واحدة من الناس ومش بنكر انا كنت طالعة بعيط لكم بالدموع. لا، كل الارض اللي راح فيها اجدادي. هل بعد كده التهجير تم؟ لا ما تمش وما حصلش. وكل يوم ولاد الإخس تبعت لمصر فوق 10,000 مرة. عايزين نسيطر بقى على محور فيلادلفيا، ما تسيبونا بقى محور صلاح الدين ومصر ترد نفس الرد. يا ابني لا مش هيحصل، أمك اسمها نرمين. الموضوع يخلص على كده؟ لا، يقولك الرئيس هينفذ مخطط التهجير بس مش دلوقتي، شوية كده لما الشعوب تنسى، لما يبقوا نايمين. حتى بص معايا كده، المصريين بيشيلوا الرادارات من على الحدود، اكيد بيمهدوا الطريق للخواجات اليهود. احنا نسمع الكلمتين دول والدنيا تقوم ويلا بينا نشتم في المصريين. حضرتك انا شخصيا بشتم معاكم بس في سر يعني. الموضوع يخلص على كده؟ لا، ربك رب قلوب. يطلع لك بيان امبارح من المسؤولين المصريين بيقول لك تم زيادة الرادارات الطاقطقين. يعني اذا الاعمال اللي كنا شايفينها مش بيشيلوها، دول كانوا بيزودوها. مصلحة مين يطلع اشاعات على المصريين؟ ولاد التيت. مصلحة مين مصر تخرب؟ ولاد التيت. مين اللي عايز سينا يا جماعة؟ ولاد التيت. مين بقى اللي مش قادر يبلع المصريين؟ ولاد التيت. حضرتك بالاشاعات دي هتفيدهم بايه؟ ايوه، هنمسك في بعض تاني ونعيش الفوضى تاني ونعيش جمعة الغضب تاني، وكل واحد من صانعين المحتوى يبقى قاعد بره بلده وعمال يسخن يسخن يسخن، وكأن عايز البلد تقوم ما تقعدش. هما ما بيعرفوش يخشوا دولة ولا يحطوا قواعدهم فيها إلا لما بتكون في الوضع ده، وإحنا مجربين. وبقت ظاهرة غريبة، كل واحد عايش بره مصر يلا أنا محتوية أنا هشتم مصر. ليه؟ إحنا لو مسكنا في بعض تاني مش هتقوم لنا قومة. المرة اللي فاتت اقتصادنا وقع ومش عارفين نقومه، المرة دي خلاص هنتقسم نصين. الموضوع يخلص على كده؟ لا، مصر وحشة. احنا نصدق ولاد الإخس ونكذب مصر. مصر هي اللي رافضة تدخل المساعدات. يا سلام. طب حضرتك شفت تهديد ولاد الإخس انها هتخلص على المساعدات لو دخلت؟ لا لا لا، احنا ما بنشوفش الكلام ده، احنا مصر هي اللي رافضه. طب خدت بالك من المنصه اللي احنا كنا ناصبينها وجي فيها اكتر من 35 مسؤول دولي مش بتاعنا، دولي، بيقول لهم افتحوا انتوا يا ولاد الاخس المعبر؟ شفت ده؟ لا لا لا، هي مصر وحشه. الموضوع يخلص على كده؟ لا، لسه امبارح حصل اشتباكات على الحدود من غير ما نخش في تفاصيل ومن غير ما نفهم ايه اللي حصل. هي مصر وحشه. يلا بقى خلاص بقى، مش عايزين نرجع دماغ، هي مصر وحشه وخلاص. وكل مره نفس السيناريو، ولاد الاخس تنزل في اشاعات واحنا وكل البلاد العربيه نسقف. ايوه وحشين وحشين يا جماعه. احنا بنعمل افعال. اتكلمتوا كتير زودنا رادارات، اتكلمتوا كتير عملنا حدود وحطينا في 100,000 كاميرا بدل الكاميرا الواحدة. مفيش حد هيخش، مفيش حد هيخش، لكن احنا نسمع الكلمتين نتجنن ونشتم. ومش معنى كلامي ان انا رافضة ان مصر تتدخل في موضوع اخواتنا، بالعكس ده انا نفسي نمسكهم كده حتة حتة، بس ما ينفعش احنا اللي نبتدي، يجونا واحنا هنسويهم على نار هادية. لكن احنا لو ابتدينا هنبقى دولة معتدية. شفتوا اللي حصل في اليمن؟ شفتوا الطيارات اللي طلعت علشان تزنبقها؟ ها؟ طلعت منين؟ من اخواتنا ومن جيراننا. محدش بيسمي على حد دلوقتي. انا نفسي نبقى كلنا مسلمين بحق الله، محدش هيدي التاني بالقفا. وختاما، مصر لو وحشة كان اخواتك في القطاع مجوش فيها ولا يتفاوضوا فيها. الدول العربية كتير لكن هم جم في مصر، ومصر اتصالحت مع اخواتنا اللي في القطاع ده. بالعكس ده بيتهموا مصر انها بتساعدهم. اذا مصر وجعاهم قوي، عايزينها والله، هدفهم ما فاضلش غير مصر. امسكوا فيها، هتبقى حالتنا زي بقية الدول. امسكوا فيها.